تونس قبل الانتخابات 23 أكتوبر 2011 مختلفة تماما عن تونس بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي اللي أفرزت نتيجة تفاعل معها العالم بمستويات وردود فعل مختلفة، منها الولايات المتحدة الأمريكية اللي أكدت على دعم الانتقال الديمقراطي السلمي، واليوم أكدت على دعمها المتواصل لما آلت إليه الأمور من خلال زيارة السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان المرشح السابق لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. زيارة السيناتور جوزيف ليبرمان هي الثانية في تونس بعد زيارة أولى مباشرة بعد الثورة في فبراير 2011 برفقة السيناتور ماكين، لكن المرة هذه الإطار كان مختلف وأدى للقاء جمع السيناتور الأمريكي بالرئيس التونسي برئيس الوزراء وبوزير الخارجية. زيارتي الفارطة تركت لي انطباعا وحدسا قويا بأن تونس ستكون محرك التغيير والاستفاقة العربية وأنها المثال الأقرب للنجاح. واليوم في نهاية العام 2011 كزائر صديق ومهتم أنا منبهر بالتقدم الحاصل وبعديد المؤشرات الإيجابية كاستقرار وفاعلية حكومة الباجي قايد السبسي، عدالة وشفافية الانتخابات، وخاصة الإرادة القوية والصلبة لدى الأطراف السياسية الأكثر نجاحا في تكوين تحالف والتوصل إلى آلية توافقية لكتابة الدستور. هكا صرح السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان اللي أكد على دعم ومساندة الحكومة الأمريكية المتواصل لتونس إلى حد الآن، وخاصة أن الحكومة الأمريكية ترجمت هذه السياسة الداعمة من خلال قرار الكونغرس الأمريكي مؤخرا بتوفير ضمانات وتسهيلات للحكومة التونسية للاقتراض بنسب فائدة ضئيلة، ومصادقة الكونغرس الأمريكي في آخر اجتماعاته على ميزانية لدعم الاستثمارات التونسية الأمريكية. خصصنا رؤوس أموال مهمة لدعم الاستثمار التونسي الأمريكي، وكل هذه المقترحات ليست نهاية عملنا في تونس، والأهم أن القادة الجدد يشاركوننا الرأي في أن عملنا في تونس متواصل، وهو رأي أسفر عنه لقائي بالرئيس التونسي برئيس الوزراء وبوزير الخارجية. هكا صرح السيناتور الأمريكي جوزيف ليبرمان. I have no sense that this is the end of our work here, our support here, and I can tell you, having met with the President, the Prime Minister, the Speaker, the Foreign Affairs, Minister of Foreign Affairs, the new leadership of the country also doesn't think that we've done everything we should, so they were not hesitant to ask us to continue to be helpful. وردا على تساؤلات الصحفيين حول آفاق التعاون الأمريكي مع حكومة ذات توجه إسلامي، وضح السيناتور جوزيف ليبرمان بابتسامة عريضة: القاعدة المثلى في السياسة ألا تقيم القادة أو تحكم عليهم بأسمائهم، بل عليك أن تحكم على أفعالهم وسلوكهم، وإلى حد الآن أرى أن سلوك وأفعال الحزب المنتخب مشجعة، ولهذا أنا والعديد في الكونغرس نريد أن نكون أكثر تعاونا وعلى تواصل أكبر مما كنا عليه. The basic principle that you shouldn't judge people or parties by their titles. We should all judge them by their behavior, by their act. And so far, I find the behavior and actions of the people who were elected in a fair election here in Tunisia to be extremely encouraging. I think I better go and get the plane. الأكيد أن السياسة الأمريكية واضحة منذ انطلاق الثورة: المراقبة والتفاعل بإيجابية مع كل التغيرات، وطلب الحوار المتواصل مع الطرف الرابح في المعادلة أيا كان، فلا أحكام مسبقة في السياسة الأمريكية.